السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتي لتعليم الحلويات والتورت والجاتوهات. النهارده ان شاء الله هنعمل تورته مقاس 16 تكفي 6 افراد، وممكن كمان اكتر على حسب التقطيع. المكونات ان شاء الله هنستخدم 300 جرام دقيق سبونج، وعليهم 3 بيضات، ربع كوبايه ميه، ومعلقه فانيليا، ومعلقه صغيره خل. هنحط في العجان كل المكونات دي ونضربهم 7 دقايق، ونكون طبعا مسخنين الفرن على درجة حرارة 180 وسايبينه من قبل ما نبدأ في اي حاجة خالص، عشان لما يجي نحط فيه الكيكة يكون سخن، لان الاسبونج بيبقى عايز درجة حرارة عالية. عندنا هنا صينية مقاس 16 هنبتدي نحط فيها الخليط. انا عايزة القوام بتاع دقيق الاسبونج يكون نفس القوام ده تقيل. الارتفاع بتاع دقيق الاسبونج بيبقى في الضرب، مش في الخبز قوي، يعني هتلاقيه بيرتفع معاكي في الضرب اكتر ما تحطيه في الفرن غير الكيكه العاديه. وهنا ابتديت اقلبه بخلة الشطاووك عشان اساوي الوش، عشان مفيش تبقى حته مرتفعه عن حته، يبقى كله مستوي نفس الارتفاع. خد معايا بالظبط 30 دقيقه في الفرن. انا الحركه دي بعملها وهو في الفرن، لو طلعت نظيفه خلاص بطلعها، ما طلعتش نظيفه بسيبه 3 دقايق كمان يعني. اول ما طلع بالظبط سبته دقيقة واحدة يهدى، وبعد كده ابتديت اغطيه بفوطة مطبخ نظيفة، اركنه لتاني يوم او اقل حاجة 6 ساعات. هنا جبت المنشار على رقم 8، ابتديت اقطعه، هيطلع لي معايا 4 طبقات عالية، واللي هي الطبقة الأخيرة اللي هي تبقى الوش، بس احنا مش بنستخدم الوش دي عشان يبقى فيها زفرة البيض، فما بنحطهاش في الطبقات. يعني انا خدت 4 طبقات بس، والطبقة الخامسة دي رميتها. وهنا عشان تقطعي بالمنشار صح لازم ايد تكون ماسكه المنشار والايد التانية تكون ماسكه الكيك، وفي حتتين كده لونهم موف تحت لازم يكون ثابتين على الرخامه، علشان لما اجي اقطع ما تبقاش حته طالعه وحته نازله مني، لا يبقى كله نفس المستوى. وهنا طلع معايا 4 طبقات، وابتديت احط اول طبقه. هنا كان الكيك هش خالص فما سقيتوش، لما يكون الكيك نشف معاه شويه ببتدي اسقيه، لكن هنا كان طري خالص، يعني بدل طري ما تسقيهوش عشان ما يعجنش منك. هنا بقى ابتديت احط اول طبقه كريمه. الكريمه عاملاها ازاي؟ انا هنا استخدمت جولدن باك. بصراحه في فرق ما بين جولدن باك وريتشي، يعني انا جربت ريتشي حلوه وجميله، بس جولدن باك دسمه اكتر، وفي نفس الوقت برضو ريتشي بترمي معايا كمية اكتر من جولدن باك. يعني اعمل مثلا كوباية كريم شانتي ريتشي تعمل معايا مقدارين، يعني الضعف مثلا، لكن جولدن باك انا عاملة كوباية هتطلع معايا مقدار واحد، مش بترمي معايا كتير، بس طعمها احلى. وبرضو جولدن باك اغلى، يعني انا لقيت ان جولدن باك اغلى من ريتشي. نرجع بقى لمقدار الكريمة. انا خدت كوباية مية، عليهم ربع كوباية سكر، عليهم كوباية كريم شانتيه، ومعلقة لبن نيدو، ومعلقة باستر كريم. هنا ممكن ما تضيفيش اللبن نيدو ولا الباستر كريم، لان الكريمة ما شاء الله غنية قوي ودسمة، بس طبعا اضافة الحاجات دي بيخليها طعمها احلى يعني. الكيك هنا كان معايا فانيليا وحشو كريمة فراولة وصوص فراولة ومربى حليب ومكسرات. انا عملتها نص ونص، عملت نص فراولة كريمة فراولة ونص مربى حليب. بصراحة عشوة الفراولة دي بيبقى طعمها تحفة، سواء مع الكيك الفانيليا او مع الكيك الشوكولاتة، يعني بصراحة بيبقى طعمها رائع. كريمة الفراولة وصوص الفراولة دي تمشي مع اي حاجة يعني، حتى ممكن تحشي بيها الكب كيك تبقى طعمها رائع برضه. ومربى الحليب دي اللي معرفش، مربى الحليب دي بتبقى زي صوص الكراميل بس اتقل. في منها بتتعمل في البيت، وفي منها جاهزة. انا دي جايباها جاهزة اللي هي المتحدة، كيس كده بيتباع نص كيلو. المتحدة ما شاء الله جميلة. وفي نوع تاني اسمه كواليتي تارجت، ده بيبقى انعم شوية، دي لو عايز تعملي بيه روزتات من فوق او من تحت تعزيني بيها التورته، ده هيبقى سلس معاكي اكتر. لكن المتحده تحسي ان قوامها جامد شويه للحشو بس، يعني انا انصحك لو هتعملي روزتات او عايزاها عشان تزيين التورته من فوق، خليكي في كواليتي تارجت احسن. لو هتحشي بيها وجايباها للحشو بس، بصراحه المتحده طعمها رائع. وهنا بقى انا ابتديت احط دعامات في التورته. ليه؟ لان الارتفاع عالي، كل ما يبقى الارتفاع عالي لازم يتحط فيها دعامات، علشان الدعامات ما تخليهاش تتحرك مني على البورد لما اجي اجلسها كده. انا لما كنتش حطيت الدعامات، كانت اول ما احط الكريمه وابتدي اجلس هلاقي الطبقات راحت مني يمين وشمال، لكن الدعامات دي تمسكها لي علشان ما تتحركش اولا. ثانيا
علشان انا لو هنقلها من حته لحته برضو الطبقات ما تفصلش مني، حتى لو سايباها بره التلاجة شويه بتمسكها شويه. لكن لو مش حاطه دعامات وسايباها بره في درجه حراره الغرفه عادي، وما حطيتهاش في التلاجة وخصوصا في الصيف، هلاقي الطبقات فصلت مني وممكن التورته تبوظ خالص. وحتى برضو لو هنقلها من مكان بعيد وهتتنقل معايا، دي هتمسكها لي مش هتخليها تفصل عن بعض. وهنا طبعا عملت الكرامب كوت عشان الم بيها الفتافيت بتاعه التورته. بصي لو انت مبتدئه يا ريت تعملي الخطوه دي، لو انت محترفه وايدك واخده على الموضوع خلاص اعملي الطبقه الاخيره الفاينل فينش عادي. ما تحطيش طبقه اولانيه وتجلسي وبعد كده تعملي طبقه وتسيبيها في الفريزر مثلا ربع ساعه وبعدين تعملي الطبقه التانية، على حسب الممارسه. يعني لو ايدك واخده على الموضوع تمام، لو ايدك مش واخده على الموضوع خلاص يا ريت تعمليهم طبقتين عشان الكريمه ما تبقاش فيها فتافيت منك، وكمان ما يبقاش شكلها مش حلو، ما تعرفيش تجلسي. هنا انا حبيت اوريكم الخطوه دي ازاي الون الكريمه. انا اوريكم لون الجل. جبت لون بينك ماجيك جل وابتديت احطه على الكريمه، وحطيت نقطه واقلب ونقطه واقلب لغايه ما يطلع معايا الدرجه اللي انا عايزاها. هنا ده توبر انا طبعه برضو عند اي حد بتاع مستلزمات حلويات، اسمه ورق كوشيه او جلوسي. ده بيبقى ضد الميه، لما تيجي تحطيه على الكريمه مش بيبوش يعني. ده ورق مخصوص للتورت. ابتديت اعمل بقى، جبت البنوته دي وقصيت الورقه وابتديت اعمل روزتات صغيره بقى عشان يبقى شكل الفستان بتاع البنوته يعني. وبعد كده هجيب تب اكبر من التب ده، اعمل بيه روزتات من تحت هحزم بيه التورته، وبعد كده هعمل بيه روزتات من فوق برضو زي الفينتج كيك كده، هعملها من تحت ومن فوق وهيبقى شكلها تحفه. وجبت كمان سبرينكلز جولد حطيتها من الجناب، وكمان كنت طابعه فراشات قصيتها، وهاب بيرث داي حطيتها فوق، وكمان كان في حروف من عجينه السكر. وبصراحه يعني الكلاينت كانت سايبالي حريه الاختيار في الشكل وفي الديزاين هي بس قالت لي اللون عايزاه بينك وتكتبي لي هابي بيرث داي مريم، وما ادتنيش اي تفاصيل او اي شكل. فبصراحه ده بيبقى اريح لي كتير من بشتغل براحه نفسيه كده يعني. وبصراحه بيبقى شكلها تحفه في الاخر زي ما انتم شايفين كده. ابتديت بقى احط الطوبر الفراشات والطوبر اللي هي هابي بيرثداي فوق، وحطيت كمان السبرينكلز في الجنب، وكنت مقطعه حروف من عجينه السكر، وطبعا عاملاها قبلها بيوم وعجناها بسي ام سي علشان تلحق تجمد، ولزقتها على البورد بعسل جلوكوز. وانا نسيت اقول لكم ان انا كنت معلمه البورد بعلامه بينك من تحت عشان وانا بحشي اعرف النص الفراوله من نص مربى الحليب باين تحت اهو. ولو وصلت لغايه هنا من الفيديو متنسيش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكمان ما تنسيش كومنت جميل زي كده عشان تشجعيني واستمر اني اكمل. وبس، وده هيبقى شكلها النهائي. يا رب تكون عجبتكم، واستنوني ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير. مع السلامه.